يمكن تكون مشكلتك إنك متربي كويس، وإن أهلك تعبوا في تربيتك جدا عشان يصنعوا منك مادة خام للأخلاق الحلوة، عشان يوم ما توعد ما تخلفش، ويوم ما تحلف ما تكدبش، ويوم ما تتواجه تبقى واضح، ويوم ما تعاهد حد ما تهربش، وعشان تطلع إنسان متسامح وتعرف يعني إيه أصول والتزام وحفظ أمانة، وتعرف تفرق بين الصراحة والوقاحة، وإن في فرق كبير ما بين الشفافية والتبجح. ما هو كل ده تعب وشقى سنين. عشان كده انت بتحس ان صناعة اهلك وغرسهم كل القيم دي فيك مشكلة. لما بتنكسر بتحس بالأسف انك مش قادر تكسر. بتتكسر بس لما بيخيب ظنك في حد معين بترجع تندب حظك انك متربي على حسن الظن واتساع الأفق. لما بتسمع كلمة تنام بسببها موجوع ومش قادر تفتح عينيك من شدة بطشها جوه قلبك وإحساسك بالصدمة من اللي قالها، بيبقى نفسك يرجع بيك الزمن لورا ويتعاد تشكيل تربيتك وكيانك من أول وجديد، عشان تتعلم إزاي ترد على الكلمة القاسية 1000 كلمة جارحة. صدقني المشكلة مش في اللي ربوك، المشكلة في اللي فهموك إنك لازم تتنازل وتيجي على نفسك علشان ترضي غيرك، في حين إن غيرك مستمتع بهزيمتك كويس جدا. المشكلة فيك، إنك أحيانا بتنسى إنك محتاج طبطبة، ومحتاج تتفهم صح، ومحتاج فعلا ترتب أولوياتك. حتى الناس اللي في حياتك محتاجة ترتيب. ورقة وقلم وابتدي رتب، عيد تشكيل الكيان ده، اتغير، عشان ما تنامش وانت موجوع ومقهور لأنك مستسلم لحد أو لرغبة أو لواقع في إيديك انت اللي تغيره للأحسن.